من القدس المحتلة تنضم إلينا السيدة ديما السمان، مديرة وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم. أهلا بك سيدتي. بداية، ما الهدف من فتح الاحتلال لمدرستين في القدس المحتلة؟ يعني مساء الخير أولا للجميع. نعم صحيح، الاحتلال يعني هذا موضوع قديم جديد يتجدد في كل عام بأسلوب جديد. منذ عام 67 منذ ضم القدس هناك محاولات لأسرلة المناهج والسيطرة على التعليم كاملة في مدينة القدس المحتلة. لكن في الأعوام الأخيرة حقيقة زادت الهجمة كثافة وشدة وشراسة على التعليم في القدس وعلى حق الطلبة في التعليم أو نيلهم التعليم الوطني الفلسطيني الذي يتناسب مع ثقافتهم، مع ديانتهم، مع توجههم الوطني والإنساني والثقافي. وحق للطالب وحق لولي الأمر الذي له حق. يعني جميع القوانين الدولية والمعاهدات الدولية تضمن حق ولي الأمر باختيار المنهاج الذي يريده لأولاده. الاحتلال حقيقة يسير الآن بخطين متوازيين. الأول هو يستهدف المدارس الخاصة، هي حوالي يعني تشكل حوالي 35% من يعني الطلبة فيها، يلتحق فيها حوالي 35% من الطلبة المقدسيين. فكان هناك قوانين جديدة في الكنيست. أولا إضافة بند جديد للترخيص على جميع المدارس الخاصة، توزيع الكتب المزورة، الكتب التي يتم إعادة طباعتها، الكتب الأصلية الفلسطينية التي يتم إعادة طباعتها، وحذف كل ما له علاقة بالانتماء الوطني أو بتر كل ما له علاقة بالانتماء الوطني، وإضافة مواد أخرى ليس لها علاقة بالدرس وتتماشى مع مخططاتهم الاحتلالية. وكان هناك أيضا قانون آخر اللي هو يحمل المدرسة مسؤولية وجود أي كتاب أصلي فلسطيني من المناهج في المدرسة، لأنه المدرستين الإيمان، مدرسة الإيمان ومدرسة الإبراهيمية بالواقع اعتمدوا على أولياء الأمور في إدخال الكتب الأصلية. أساس هذا من حق ولي الأمر اختيار المنهاج الذي يريده لأبنائه، لكن طبعا لجأوا للقضاء، والقضاء دائما هو غير منصف بالنسبة للقضاء الإسرائيلي. لا عدالة بالقضاء الإسرائيلي طالما أن هناك ذئب وهناك حمل، وبالتالي فإذا كان غريمة القاضي لمن تشكي كما يقولون. وهناك أيضا يعني إذا تواجد أي كتاب فلسطيني أصلي في هذه المدارس يتم سحب التراخيص. وهناك أيضا زيادة رقابة على المدارس، على المعلمين، على المجتمع الفلسطيني. سيدة دينا، إذن في ظل هذه الإجراءات يعني هل ربما يقبل الفلسطينيون أو الأسر الفلسطينية في القدس على التسجيل في مثل هذه المدارس اضطرارا؟ يعني كما ذكرت هناك خطين متوازيين، هناك إغلاق مدارس وبالتالي فتح مدارس أخرى في ظل وجود حوالي 5000 طالب خارج أي إطار تعليمي. هناك سقف حاد في المدارس في الغرف الصفية، فهذا ما يتم استغلاله، إغلاق مدرسة وفتح مدرسة أخرى. وكأنهم يعني يقولون أنه نحن على استعداد لاستيعاب طلباتكم ولكن بهذا المنهاج، إذا أردتم لا تريدوا خلي أولادكم بدون مدارس. يعني هناك توجه غير حتى أخلاقي في التعامل في هذا المجال. يعني هو فرض لكن بطريقة وتبدو كأنها اختيارية، لكن لا يمكن أن يترك طبعا الفلسطيني أو أي إنسان ابنه بدون تعليم. لكن في ظل هذا النقد الحاد في الغرف الصفية أين سيذهب طلب أولياء الأمور بأبنائهم؟ لكن طبعا المجتمع المقدسي واعي، وهناك يعني وزارة التربية والتعليم تعي تماما أهمية وخطورة هذا الموضوع، في تعاون مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، مع أولياء الأمور، مع
كل الشخصيات الوطنية من التكاتف في وضع حلول للتصدي لهذه المخططات. مخططات الاحتلال أن يصلوا إلى 98% من طلبة القدس أن يدرسوا المناهج الإسرائيلية، و2% إذن الإجراءات العملية الأجنبية. الإجراءات العملية لمواجهة هذه الإجراءات ضد التعليم الفلسطيني والمدارس والمناهج. الإجراءات طبعا القدس واجهت هذا الموضوع عام 67، استطاعت أن تتصدى لهذه المحاولات، لأنه إسرائيل عام ضم القدس ألغت في جميع المدارس المناهج الأردنية كانت في ذاك الوقت وحولتها إلى مناهج إسرائيلية. المقدسيون سحبوا أبنائهم من المدارس وتم فتح مدارس الأوقاف الإسلامية، وجنبا إلى جنب تم استيعاب جميع الطلبة مع المدارس الأهلية والخاصة الوطنية. ولكن الوضع الآن قد يكون مختلف قليلا، لأنه حتى المدارس الخاصة هي مستهدفة بشكل كبير، وهناك يعني يتم تجريم كل من يتعامل مع المناهج الفلسطينية، لأنه يعتبروها يعني هي تحريضية، وأن هي تعلم أبنائنا الكره الآخر وإلى آخره من هذه الادعاءات التي يدعونها ويروجوها في العالم. وهناك حملات إعلامية يعني على مستوى عالي جدا يتهم المناهج الفلسطينية بأنها تحريضية، وطبعا ينسوا أن مناهجهم هي التي هي مليئة بالتحريض، بل بالتحريض المباشر، وتدعو إلى قتل العربي الفلسطيني، ومن يقتل العربي الفلسطيني يثاب ولا يؤتم. هذا الكلام موجود في مناهجهم ويتم تمريره عادي جدا، موجود في عقيدتهم المزعومة. يعني شكرا جزيلا لك. وعقيدتهم، وهم الأسياد ونحن العبيد، كل العالم عبيد وهم فقط الأسياد، خلق العالم كله لخدمتهم. هذا ما يدرسوا أبنائهم، وهذا ما نلحظه على الحواجز. أبنائهم الجنود الشباب على الحواجز يعني رضعوا الكره، ونستطيع أن نرى ذلك بأعينهم. هناك عشرات الحوامل اللواتي ولدنا وضعنا يعني على الحواجز، لأنه لم يسمح لهن بالمرور إلى المستشفيات، وكذلك هناك شيوخ الذين فقدوا حياتهم أيضا لعدم السماح لهم بالمرور، والأطفال. فكل هذا رضع الكره من مناهجهم، لذلك هم يعوا تماما أهمية المناهج. لذلك هم يدرسون أبنائهم المناهج ويحرضونهم على كل من هو ليس يهودي، ويهاجمون أي منهاج لا يتماشى مع مناهجهم ومع روايتهم المدورة التي تخدم أهدافهم الاحتلالية. شكرا جزيلا لك يا سيدة ديما سمان، مديرة وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم، كنت معنا من القدس المحتلة.